حبايبي، خلصت المفركة تبعنا لليوم. بتمنى تعجبكم، نال اعجابكم وتجربوها. شايفين شلون كل كوساية بكوسايتها باللحمات. بتمنى تعجبكم وتجربوها وتذوقوها وتعطوني رأيكم فيها. بحبكم خيرات الله. شكرا. الطبخ الأكابر المحترمين الحلوين. اليوم فايتتكم دغري بالكوسة، بس ما بعرف ليش هيك طالع لونه اصفر، يمكن من الفلاش. المهم معنا بطولة السيرة اليوم، بدي اعمل مفركة بكوسة. تمام، فانا غسلت الكوسة وقمتلها راسها وقمتلها الجزء التحتاني منها، وهلا بدي خرطها. يلا بشوفكم. ما بعرف ليش هيك عم يطلع لونها من الفلاش، ما بعرف. هيك حبايبي صارت. ليش هيك؟ صح هيك حبايبي تخرطت معي، خرطتها هيك. تمام. ما بحب انه تكون ناعمة لانه هي اوريدي بدها تذوب، عرفتوا كيف؟ يلا هلا تابعوا الخطوات معي. بحبكم كثير. سلام. حطيت تقريبا معلقتين سمنة كبار، استناهم ليذوبوا ونزل عليهم اللحمة. وهي اللحمة جابت لحمة معي، هي ملحناها. وهي فلفل هيك تقريبتين حلوين وناعمين مثل حكايتكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، حطولي لايكات كتير حلوة. شكرا خيرات الله. هي ننزل فيها تقليبتين. طبعا اهم شي ما نحط لها مي لان هي اوريدي تطلع المي اللي فيها. فهلا شو احنا بنرجع نعمل؟ بس بنرش فلفل للكوسة بس. تمام. ملح ما بقى بدنا. هلا شوي نحنا نرجع ننزل ملح بس مو هلا. وهي حبايبي غطيناها على نار هادية، بنراقبها كل شوي. هلا اول مرة بفتح عليها غطا الطنجرة. شايفين شلون بتطلع ميتها؟ ما في داعي ابدا للمي، ما في داعي اصلا لتحريكها كتير يعني. تمام. هلا بدنا ننزل عليها رشة ملح. هلا حبايبي حنزل تقريبا نص معلقة ملح صغيرة. وهي اقلبها هيك نشف هيك. شايفين كيف هو؟ لانه اذا تحركت تحريكة النمو بهاي الطريقة الكوسة كلها شو بدها يصير فيها؟ بدها تتخبص معنا. تمام. هلا ما بقى تتحرك لتستوي لانه الملح والفلفل اوريدي نزلوا عليها خلص يعني. ف يا حبايب قلبي، فخلص هلا بنغطيها وبنتركها بقى لتستوي. فهي اسهل طبخة بالعالم. هلا متى ما استوي برجع فرجيكم اياها، فرجيكم بقاياها وقت التقديم. خلصت المفركة تبعنا لليوم. بتمنى تعجبكم، نال اعجابكم وتجربوها. شايفين شلون كل كوساية بكوسايتها باللحمات. بتمنى تعجبكم وتجربوها وتذوقوها وتعطوني رأيكم فيها. بحبكم خيرات الله. بشوفكم ايمت وين بالفيديو القادم ان شاء الله. سلام.